الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، ووعد من لسم بأن له صراطا جسيلا وثوابا عظيما، وتواعد من حاد بأن له عذابا أليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بالله ناصرا ومعينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، ثم اعلموا رعاكم الله أن أعلم ما يجب على العبد أن يعنى به في هذه الحياة الاستقامة على طاعة الله ولزوم صراطه المستقيم، وعدم الحيلة عنه والانحراف عنه ذات اليمين وذات الشمال. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل لي يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل آمنت بالله ثم استقم. معاشر المؤمنين، الاستقامة أساس للسعادة وسبيل للفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. الاستقامة عباد الله لزوم هدي الله والثبات على دين الله ومحافظة على أوامره وبعد عن نواهيه جل وعلا. الاستقامة عباد الله حفظ الأوامر بفعلها وحفظ للنواهي باجتنابها وتركها. الاستقامة عباد الله أن يكون نظر عبد إلى الآخرة ضامعا في ثواب الله تبارك وتعالى، خائفا من عقابه، يعلم أن أمامه جنة ونارا وحسابا وعقابا، فيستقيم على طاعة الله إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه غير ساخط. عباد الله، الاستقامة مطلب عظيم ومقصد جليل، ولا بد فيها من المجاهدة للنفس واستعانة بالله تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. عباد الله، وللاستقامة قاعدتان عليهما قيامها، فلا قيام للاستقامة إلا عليهما، ألا وهما استقامة القلب واستقامة اللسان. وتأملوا هذا رعاكم الله فيما رواه الإمام أحمد بسند ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهاتان عباد الله قاعدتان للاستقامة لا بد منها، استقامة القلب واستقامة اللسان. أما استقامة القلب عباد الله فبمعامرته الإيمان بالله والخوف منه ورجائه تبارك وتعالى، وحسن التوكل عليه والثقة به، ومحبته جل وعلا، ومحبته ما يحبه من الأعمال والأقوال، والعناية بإصلاح القلب تزكية ونقاء وصلاحا. وإذا استقام القلب على هذه الحال تبعته الجوارح كلها في الاستقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فوجبا على كل مسلم عباد الله أن يعنى بقلبه إصلاحا له وتنقية له واجتهادا في تزكيته وتغييره. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر الثاني عباد الله استقامة اللسان، وذلك بصيانته وحفظه عن كل أمر يسقط الله، وشغله بكل نافع مفيد وبكل قول سديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإذا استقام اللسان تبعته الجوارح لأنها فرع عنه ونتيجة من نتائجه،
ولهذا صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنا نحن بك، فإذا استغمت استغمنا، وإذا عوجت عوجنا. وكل ذلكم عباد الله يؤكد على أهمية العناية بهاتين الغائلتين الاستغامة، استغامة القلب واستغامة اللسان. وها هنا عباد الله تأتي المجاهدة من عبد الصادق الناصح لنفسه يجاهد نفسه أولا على إصلاح القلب وإقامته على طاعة الله وشغله بمحبته ورضائه، وإبعاد عن كل أمر يسخط الله، وشغل لسانه بالكلمات النافعة والأقوال السديدة والكلمات المفيدة. فإذا كانت حاله هذه الحال استقام أمره وصلح إيمانه وتحققت له سعادته في الدنيا والآخرة. فإن قال قائل: فما الذي يعيننا على ذلك؟ وفي هذا نقاط عديد أعرضها مجملة. الأول الدعاء، فهو مفتاح كل خير والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني العناية بالعلم النافع، فالعلم نور لصاحبه وضياء، ولن يتحقق للعبد الاستقامة إلا بالعلم النافع يستضيء به ويعرف به طريق الاستقامة. الأمر الثالث عباد الله تخير الجلساء واختيار الرفقاء، وقد قال في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الأمر الرابع عباد الله أن يتذكر العبد دائما وأبدا أنه سيقف يوما بين يدي الله، وأن الله جل وعلا سيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة، فمن عمل خيرا أوثب عليه، ومن عمل شرا عوقب عليه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل المشركين والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كلمتنا ما أنت أقول صارتها وخطبتنا أقول صارتها الاستقامة على دين الله أو الاستقامة على طاعة الله. إن لو توصلنا هذا إلهي سبحانه وتعالى دينتيس، إن إلهي سبحانه وتعالى ضاعي سلو توصلنا هذا توصلنا أنت أصلا لما الله كرم نساء. إن إلهي سبحانه وتعالى وحوك أمر يسيح إلى الله تماده وحوك هذا يبين سلوك هذا يبين تكتر. هذه أنت رأيها له وحكوا حق الضوضي وكسف وضي الاستقامة على طاعة الله. استقامة الله سبحانه وتعالى ذلك دينتي سكون توصل أنه بشارعي ثمرات يمليها وشارعي ذلك الله سبحانه وتعالى دينتي سكون توصل إلهي وحليه فاستقم كما أمرت. لأن محمد الدين تسجل الله على توصله. لأن صلى الله عليه وسلم حليه شيبتني هود وأخواتها. waxaa qirada iga soo saaray suuratu Huud iyo walaaladii. maxay iga soo saareen awaamirta la isiinaya ah fastaqim kamaa umirta, diinta ku toosno.
إن الحال كان يكون شرع مثل النبي صلى الله عليه وسلم أوامر السنين إلى يقول فاستقيموا إليه واستغفروه إلى يكون توصلنا الدين تيسا دم الله من سجوا ويتيسا صمرات من عليها الله رجال إلهي نشر يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ذات كلمة لا إله إلا الله بما يريد دين إلهي كنت توصلنا فلا خوف عليهم عبسيد الشرع ليس نهانين ولا هم يحسنون من المرغونيان آيات الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ذات إلهي دين سكت توصلنا تتنزل عليهم الملائكة ومكك ولا ملائكة كسودريس ملائكة صوبوا بشارة نسأل لا تخافوا عبصننا ولا تحزنوا ومرغوننا وأبشروا بشارتها بالجنة التي كنتم توعدون تنال لي وغير بشارتها النبي صلى الله عليه وسلم علم المعك الله وحاول سفيان بن عبد الله الثقفي ونقول لكل في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحدا غيره نبي لو جيت وحالي شيء كلمة عن دينتك قدرنا وإلهي سبحانه وتعالى يوتو سينيو شنانا أقابر مصنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل آمنت بالله ثم استقم إلهي هما كنا توصنا إلهي همينتس وحلو إلهي كأمر قالوا وكارها يلحتك ولا ليال علماء وحينا الشيئين لا يرادون لك توصنا استغامة سيكون تعريفيني وحويان وحي إلهي كأمرين الله تما وكارها يلحتك تاسع البيان على الدنيا في آخر الكتاب إن الله سبحانه وتعالى هذه يسيق توصنا إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تلك الدين تلك سنة فإن له معيشة ضنكا نرد عليه يكون ورانا ونحشره يوم القيامة أعمى ما أنت قيامة نصرا لا ولا كينيا والله سبحانه وتعالى له ما أنت قيامة نصرا لا ولا كينيا تلك الله سبحانه وتعالى دينتي سكتشترى إن إلهي سبحانه وتعالى صلاة كامري صوم كامري حج كامري عبادة كامري شمع كامري جماع كامري إن الله تمام زنا كفروا بقولي بين كفروا حن كفروا سكدر كفروا خمر كفروا حرام كفروا فاحشة كفروا إن كفروا وش إلهي سبحانه وتعالى وقرر نبينا صلى الله عليه وسلم مركز قدر دارني ومدي سوحي ينت إلى كتوصنا وحي كان فعينا كده لا تنكر يا قرار علماء الله لا بشيء وقف كتوصنا وقلبي يسا يعرف كيس قلبي قال إنه وانا أكسر إنه سن شركي يا حقدي يسن كبرني قلبي عارف ما تقبلني يعني قلبي عبادة يا إيمان يا قرآن يا ديري يا إيمان كبر حوالي الله وقلبي قال كم رجع يروح الحمى النبي صلى الله عليه وسلم سيدو كلا وحنا شيغي إلا لا توصناني عرب إلا لا توصناني نبي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قصد ما توصي إلا وقلبه سكتوصل ولا يستقيم قلبه سنما توصي حتى يستقيم لسانه إلى عرب سكتوصل حديث هذا سبحانه توصي إلى غير تعالى يا أخي من قلبك أنا لا توصل عربك أنا لا توصل قلبك لا توصل ولا ليال وقلبك أن أطعم إلهي سبحانه وتعالى إيمانك إلهي سبحانه وتعالى إنه يكون حريصا إلى أطعم وما ذلك إلهي إنه عقاب يمارك حساب عقاب ليس قلبك أطعم ويكبر عن إلهي سبحانه وتعالى أن تعبسطه إلهي يغفر الجنة سوى تعبسنه إلهي سبحانه وتعالى أن ترصارته لما قد ما ترصارته إلهي سبحانه وتعالى إن تشعراته قول يفعل إن تشعراته إن القلب لا يكون داش إن طهر الصوت إن التزكية الصوت إلهي سبحانه وتعالى قد أفلح من يزكاها وفي قلبي نساء نفسي سطهرية ويان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون تفي المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى سفيانه نبو حناصري قلبي لما تكور إن حمل كسوغيا قلبي هدو قلبي حمل كاسي هجاجو شركة أمانتي هجاجو هدو فسادنا وفسادنا ألا وهو القلب وقلبي شركة حمل كاسي كسوغنا وقلبي وماشي دقا كان ترى سيد قايل جين ترى كان ترى شركة أمانتي وحرارة كان ترى قلبي هو حسن دون العرب مثلا حملونا مثلا
قلت لبعض حويان لقد توصي وعرف كويان وإن كل الأشياء إن الله سبحانه وتعالى كل افتلو إن تكون مشغول سديق الإسلام إن تكون مشغول سوي حفاظ فعي آخرية الدين لو أمر بعد كايستان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لو أمر بضريان كأفكار صباحا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتونكم الكواب بريون فإن الأعداء كلها تكفر اللسان إنها ما تدخل بينها عرب وحين لا يتقي الله فينا إلهنا وعفا عرب يوالان كنتم صنعنا حتى توصناتنا وان توصناننا حتى تخماتوا أقول صناتنا وأقول صنانا مركا عرب أهمية سليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مركا عرب يحنس سكوتني يا معشر من آمن بلسانه وردت الإسلام ولا فرق الشيطانية ولم يؤمن إيمانه قلبه وسن إيمان قلبه سود عليه لا تغتابوا المسلمون المسلمين ترحمنا ولا تتبعوا عن عوراتهم عيبتهم يحمانتهم يخلالاتهم هذول المسلمين تارك مشكور أرنت استمعت لكن تصور يا شرع من يقولون سلاي دين سقطنا حيث يدين مضمحين بعضهم هذا يلا من كل ذلك محان الصبر إلى كما عليه في السنة والتفسير والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سلسلة إله قلوبك القدية وقلبك الدين تعالى قصر قال طلبات الحويان إن علمك الدين قال قلت ذلك وفي أشياء كتها كابر صنع علماء الوجيسو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علماء الوجية وحين كابر صنع الوجيسو قال فسدحوا الحويان يتخير الجلساء واختيار الرفقاء إن تذكروا المناكسن لرى صاحبه تذكروا المناكسن لراعه ما يهوى المناكسن لفرشته نلقى الضفق وكدين وكل غيره صاحبه وكل غيره وكدين صاحبك لا يدون يمراه القدر يمراه يرد طالع يمراه حنت طالع توه كامل صاحبك وكدين صاحبك ولا تقنت صاحبك ولا وصح عشان يا مالك القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خلقا صحيح ما أنت يا ما الله يكون صحيح مين قال كفر الله يا الحويان إلهي سبحانه وتعالى كيف سنة كدلالة إن المركز إلهي سبحانه وتعالى حسنه قف إلهي حصية وقف قلب السنوني دمير السنوني قف كان حسنة وقف منك إن الله سبحانه وتعالى توبني صلى الله عليه وسلم قال كشنا إلهي قلبي توبت كان وسوى ذلك التوبة إلزاي سبحانه وتعالى إلى قعب صلى ما تسترجعه ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفي إلهي كعب صلى إلهي مكان فرج كبير الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن خلفاء الراشدين أبو بكر وعثمان وعلي ورضي الله عن تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة